الثقة في النفس مصطلح عايم، ناس كتير بتستخدمه عشان تضللك او تبيع لك الوهم او تكسب منك فلوس، مع ان الموضوع في رأيي بسيط ومش معقد ولا حاجة. ما بقولش انه سهل، انا بقول انه بسيط. النهاردة هقول لك وجهة نظري في ازاي تبقى واثق في نفسك وازاي انا شخصيا قدرت اوصل لده. السلام عليكم، انا مصطفى وائل. واول حاجه هتخليك واثق في نفسك هي انك دايما تحط لنفسك اهداف، ومش بتكلم عن اهداف كبيره ان ابقى بطل العالم في الاسكواش او اركب عربيه ب5 مليون جنيه. انا بتكلم عن اهداف يوميه صغيره تقدر تعملها في ساعه او ربع ساعه او حتى 5 دقائق. امسك ورقه وقلم دلوقتي وشوف ايه اللي نفسك توصل له الفتره الجايه. نفسك تجيب درجه حلوه السنه دي، خلاص اكتب لنفسك هدف انك تذاكر النهارده مش 3 ساعات، مش ساعتين ولا ساعه، نص ساعه بس. هدف صغير قوي، نص ساعه بس في اليوم، مستحيل ما يتنفذش. ولو نص ساعه كتير بالنسبه لك خليها ربع ساعة، خليها حاجة انت متأكد انك هتعملها. مش عايزك تلتزم بنظام غذائي، انا عايزك تاكل كل يوم طبق سلطة بغض النظر عن باقي اكلك خلال اليوم. ما تروحش الجيم، العب 5 ضغط، عايزك تلعب 5 ضغط بس كل يوم، وكده تبقى حققت الهدف. ما تستصغرش الاهداف الصغيرة دي، الانجازات اللي انت مش شايفها وفاكر ان ملهاش لازمة هي اللي هترجع لك ثقتك في نفسك، لانك هتكتشف انك مش فاشل ولا حاجة، ولما حطيت هدف لنفسك قدرت تلتزم بيه وتحققه. ومع الوقت هتقدر تكبر حجم الاهداف اليومية لحد ما توصل للي انت عايزه. 2. خلي الاهتمام بمظهرك اولويه قصوى. ما تقولش الوقت اللي هروح فيه الجيم ممكن اقعد اشتغل في البيت واعمل فلوس، مظبوط، بس لما تبقى من اثرياء المدينه ووزنك 150 كيلو بنسبه 99% مش هتبقى واثق في نفسك. في ناس بتبقى واثقه في نفسها وهي لابسه لبس مقطع وريحتها تقرف وكرشها مترين قدامها، بس دول نسبه قليله من الناس وغالبا انت مش منهم. باقي الناس بيبقوا مرتاحين وراضيين عن نفسهم اكتر لما يكون شكلهم كويس. وبصراحه انا مش شايف اي طريقه ممكن تبقى واثق بيها من نفسك وانت مش حابب مظهرك. لو قبل ما تنزل من البيت بصيت في المرايه وعجبك اللي انت شايفه، شيء منطقي جدا انك تبقى مبسوط. ما تستخسرش الوقت في انك تظبط لبسك او تهتم بنظافتك الشخصيه. ما تعتبرش الفلوس اللي بتصرفها على لبسك او الاهتمام بشعرك او وشك او جسمك بذخ، لانها مش كده. وركز كويس، انا مش بقول لك تجيب لبس ترندي او تجيب من براندات التيشيرت عندها ب 2000 جنيه. انا بقول خلي مظهرك ريبريزنتابل، خليك واجهه مشرفه، تبقى مبسوط من شكلك وفخور بنفسك لما اي حد يشوفك، مش خجول ودايما خايف تقابل اي حد تعرفه. 3. اقطع علاقتك باصحابك الفشله. مش لازم تقطع علاقتك بيهم تماما، بس قلل احتكاكك على قدر الامكان. ومش عايزك تفهمني غلط، الفشل هنا مش مقصود بيها اللي لسه ما وصلوش، انا بقصد اللي مش بيحاولوا يوصلوا، اللي ما عندهمش مشكله في ان حياتهم تبقى بايظه، فاشلين مهنيا او بيشربوا مخدرات، مش بيشجعوك تطور نفسك او يزقوك للصح. انت محتاج صحاب يبقوا معاك وانت في رحلتك، بيزقوك لقدام، بتشجعوا بعض، بيساعدوك وانت بتزود ثقتك في نفسك وبتظبط كل حاجه في حياتك، مش صحاب يشدوك لتحت ويوقعوك ويخليك تفضل زي ما انت. في صحاب لو شافوك رايح الجيم يقولوا لك مش لازم النهارده، تعالى نقعد قعده حلوه. يلاقوك بتذاكر يروحوا لك البيت ويضيعوا وقتك، ومش لازم يكونوا قاصدين يفشلوك، ممكن تكون دي طبيعتهم، بس طول ما الناس دي في حياتك عمرك ما هتاخد اي خطوه لقدام. وانا مش عايزك تقطع علاقتك بيهم، انا عايزك تحاول معاهم. كلم صاحبك مره واثنين وثلاثه وقول له تعالى نذاكر، عايزين نحضر كورس، عايزين نلعب رياضه. لو لقيته مش مستجيب وبيقول لك طب ما تفكك ونروح البلاي ستيشن النهارده، طب ما تعالى نقعد على القهوه احسن. لو لقيت الموضوع ده نمط متكرر يبقى لازم تاخد قرار، يا تكمل مع صاحبك وتبقى دي حياتك، يا تقلل احتكاكك بيه، تقلل ما بقولش اقطع، وتشوف طريقه. 4. جرب تختار السعاده. انا عارف انه كلام سمعته كتير قبل كده وشكله مش منطقي، اللي هو انت زعلان عشان خاطر انت زعلان، لو عايز تبقى مبسوط قول انا مبسوط. ومع انه يبدو فعلا كلام غير منطقي، بس انا عايزك تجربه لمده اسبوع واحد، بلاش اسبوع، عايزك تجرب 3 ايام، يوم واحد يا عم، بس تلتزم. خد قرار انك بكره مش هتتضايق ولا هتزعل لاي سبب من الاسباب، واي موقف وحش يحصل لك هتبص فيه للجانب الايجابي حتى لو كنت متاكد بنسبه 100% انك بتحور على نفسك. لو صحيت متاخر يبقى كويس ان خدت كفايتي من النوم، لو النت قطع يبقى فرصه ان اقعد مع اهلي، لو موبايلك اتسرق يبقى احسن جت من عند ربنا، انا اصلا كنت عايز اقفل السوشيال ميديا. انا عارف انها صعبه وممكن تكون غير منطقيه، بس عايزك تجرب يوم واحد بس، جرب وقول لي النتيجه، حسيت بايه خلال اليوم؟ هل دخلت تنام وانت متضايق وحاسس ان مالكش قيمه زي كل يوم ولا الموضوع اختلف؟ 5. خد مساحتك وزياده عليها حته، دايما وانت في اي مكان خد اكبر مكان متاح ليك. مش قصدي انك تاخد 3 كراسي في الميكروباص وما تسيبش حد يقعد، انا قصدي انك ما تنكمش على نفسك، ما تنطويش كده حوالين نفسك، ما تقتبش وانت ماشي، ما تبصش في الارض، لا امشي براحتك، صدرك منفوخ، كتفك راجع لورا، دراعاتك بتتحرك وانت ماشي. تقعد في مكان يبقى تاخد راحتك، افتح رجليك شويه، حط ايديك على ظهر الكرسي، ما تخافش من انك تظهر او الناس تشوفك. رقم 6 ودي مهمه جدا، ما تسيبش حد يعمل معاك حاجه انت مش متقبلها. انت فاكر انك مش واثق في نفسك عشان بتكلم فلان ومش بيرد عليك،
انت فاهم غلط. انت مش واثق في نفسك عشان شايف ان انت سامح له يعمل ده معاك. مش بقول لك اشتمه وتخانق فيه وعملت لي سين وما رضيتش ليه يا ابن 60 في 70 خالص، مش عايزك تعمل كده. انا عايزك بس ما تبعتلوش تاني. اي حد بيعاملك بطريقه انت مش متقبلها ما تتعاملش معاه تاني، حتى لو كان صاحبك او قريبك او حد بتحبه. طبعا كل واحد هيتحط له حدود مختلفه، يعني اللي مش هتقبله من واحد عشوائي ماشي في الشارع ممكن تقبله من صاحبك المقرب. بس بوجه عام لو حد بيعمل لك حاجه انت مش متقبلها لازم تاخد موقف. ما دام قلت له انا مش موافق على ده وكرره تاني يبقى لازم تمشي. انا مش عايزك تضربه ولا تشتمه ولا تطلع ميتين اهله، انا كل اللي عايزه انك تحترم نفسك شويه وتسيبه وتمشي. هتخسر ناس كتير بس هتكسب نفسك. رقم 7 ودي مرتبطه شويه باللي فاتت، وهي انك ما تسيبش حد يتنمر او يتريق عليك. ومفيش حاجه اسمها صاحبي وبيهزر معايا، لانه لو كان فعلا بيهزر معاك ما كانش زمانك قمت من القعده وانت متقدر ومش طايق نفسك، ما كنتش هتقعد تفكر في كلامه طول اليوم. وانا مش بقول لك ما تهزرش مع صحابك خالص، انا بقول لك لو التريقه او التنمر او التحفيل ده بيضايقك ما تسمحش ان حد يعمله. اقل حاجه ممكن تعملها هي انك ترد التنمر. لو قلت للمتنمر ده دمك تقيل ما تهزرش معايا تاني وكررها، يبقى رد له التنمر بلا تردد واديله فين يوجعه. ما تتكسفش تتنمر على شكله او جسمه او حالته الماديه او ذكائه او اي حاجه تانية هتضايقه. انت حذرته قبل كده وقلت له بكل حزم ما تهزرش معايا تاني، يبقى هو الغلطان مش انت. 8 لازم تعرف انت عايز ايه. لازم تعصر دماغك وتقرا وتدور وتفكر وتكتب كتير جدا لحد ما تعرف انت فعلا في الحياه دي عايز منها ايه. كل واحد فينا عنده رغبات مختلفه عن التاني واهداف غير بعض. لما تبقى عارف انت رايح فين وتبقى عارف ايه اللي فعلا ليه لازمه بالنسبه لك، ثقتك في نفسك هتزيد وهتبقى عارف طريقك، هتقدر نفسك اكتر، هتبطل تركز مع امور تافهه، مش هتصغر دماغك في حاجات ملهاش اهميه، هتبطل تدخل في اكتئاب وزعل عشان اسباب ملهاش علاقه بهدفك في الحياه. 9 جرب تبقى اناني جدا لمده اسبوع واحد. مش عايزك تعمل اي حاجه ما فيهاش مصلحه شخصيه ليك، يعني اي حاجه انت مش بتستفيد منها بشكل مباشر ما تعملهاش، الا لو بتساعد والدتك الكبيره في السن مثلا اللي من غيرك مش هتقدر تدخل الحمام، دي نقطه تانية. بس جرب. اي حد معاك في المدرسه او في الكليه يقول لك ممكن تبعت لي ممكن تشرح لي، قول له مش فاضي. اي واحد صاحبك يقول لك محتاجك في مشوار، هنروح القاهره نجيب ورقه، هنطلع عفش البيت، قول له تعبان ما عنديش وقت. ما تعملش اي حاجه ما فيهاش مصلحه شخصيه ليك لمده اسبوع. انا مش عايزك تكمل حياتك كده، انا عايزك تجرب الاحساس وتوصل لنقطه وسطيه في الحياه، لا انت اناني ومش فارق معاك حد ولا انت عديم الشخصيه ووقتك ملوش سعر. 10 اعمل حاجات صعبه او بتخاف منها لوحدك، وبشدد على كلمه لوحدك. انا عايزك تواجه بنفسك، عايزك تجرب وتعرف انك تقدر وانها مش صعبه ولا حاجه، وانك مقلل من قيمه نفسك مع انك تستحق اكتر من كده. شوف ايه الحاجات اللي نفسك تعملها من زمان بس ما عملتهاش عشان ما فيش حد جاي معاك. مش عايزك تنط من طياره ولا تطلع جبل، ممكن الحاجه اللي انت خايف تعملها تبقى حاجه بسيطه زي انك تروح جيم او تلعب رياضه جديده خايف مستواك يكون وحش فيها والناس تضحك عليك. ممكن تبقى انك تروح مطعم لوحدك وتقعد تاكل بهدوء من غير ما تفضل ماسك الموبايل وفاتح الاله الحاسبه وعامل نفسك بتكلم ناس وتبعت ريكوردات لناس مش موجودين. لا، اقعد كل وبس من غير ما تعمل اي حاجه. وممكن تاخد الموضوع بالتدريج. ابدا بانك تروح مطعم هادي في وقت ما فيهوش زحمه الساعه 2 الظهر مثلا، خد معاك كتاب واقرا فيه، هتكتشف ان الموضوع بسيط جدا ومفيش حاجه تتكسف منها ومفيش حد مركز معاك ولا حد مهتم بوجودك اصلا. زود الجرعه، روح مطعم ازحم شويه او روح الساعه 5. واحده واحده زود على نفسك التحدي، ده فعلا من اكتر الحاجات اللي هتزود ثقتك في نفسك. انزل النهارده محل بلاي ستيشن واحجز جهاز واقعد العب لوحدك، ولو لقيت واحد قاعد لوحده او مجموعه عددها فردي 3 أو 5 قول لهم حد يلعب. عرفت تعملها؟ المره الجايه روح اقعد على قهوه لوحدك، شوف اي 3 بيلعبوا دومنه او 2 حتى وخش قول لهم ممكن نلعب ثلاثي، بس ما يكونوش بيتكلموا في موضوع مهم، يعني لا الناس اللي قاعده تلعب كده وخلاص. حتى لو انت مش بتعرف تلعب انا مش عايزك تكسب، انا عايزك تشارك في الجيم بس وتتعرف على اسمائهم، ممكن تتكلموا 5 دقايق. في ناس بتشوف الفيديو دلوقتي جاي في بالها ايه الكلام التعبان ده، هو في حد ما بيعرفش يعمل كده؟ وفي ناس تانية بتسمع وبتقول انا مستحيل اقدر اعمل كده. سواء كنت ده او في النص ما بينهم، ابدا بحاجه مش صعبه قوي بالنسبه لك، حاجه يبقى فيها تحدي بس مش التحدي اللي يكسرك، واهم حاجه انك تعمل اي حاجه. بعد ما سمعت الفيديو وخدت ملاحظات عايزك كمان تسمع الفيديو ده، هيوسع مداركك ويديك افكار تانية في الموضوع. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.